هذه إذاعة إرنا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الجمعة 9 من أغسطس. أستهل النشر بالمقدمة. الإريتريون المقيمون بالسويد ينظمون تظاهرة سلمية تضامنا مع قداسة الأنبا أنطونيوس راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية المعتقل تحت الإقامة الجبرية. الصين تقدم مساعدات لمتأثري الجفاف في إثيوبيا. من المقدمة إلى تفاصيلها يقرأها عليكم أحمد شريف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نظم الإريتريون المقيمون بالسويد يوم السبت 3 من أغسطس الجاري تظاهرة سلمية تضامنا مع قداسة الأنبا أنطونيوس راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية المحكوم عليه بالإقامة الجبرية بمنزله منذ سنوات من قبل نظام الهكدف الحزب الحاكم في إريتريا. وقد نظمت التظاهرة الوطنية تحت شعار كلنا مع حرية قداسة الأنبا أنطونيوس، حيث شارك فيها القساوسة من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية ومن المؤمنين بالديانات الأخرى. وأمام الحشد الجماهيري استمع المتظاهرون إلى السيرة الذاتية لقداسة الأنبا، مؤكدين أن تلك الوقفة وإن كانت قد حدد شعارها لحرية قداسة الأنبا، إلا أنها تعبر عن حقوق كل الذين يقبعون في سجون نظام الهكدف الديكتاتوري من أتباع الديانتين الإسلام والمسيحية، بما في ذلك الذين استشهدوا في سجون النظام الحاكم في أسمرا. وقد أكد مراسل إذاعة إرنا الدولية بالسويد أن التظاهرة ضمت كل الطوائف الدينية من إريتريا، حيث قدم أحد الشيوخ نيابة عن المسلمين كلمة أكد فيها وقفتهم إلى جانب حرية قداسة الأنبا أنطونيوس، منددا بسياسة النظام غير الوطنية التي المستهدفة رجال الدين من المسلمين والمسيحيين. ويذكر أن النظام هكدف الديكتاتوري كان قد أقدم على خرق كل الأعراف والنظم الدينية عندما جرد قداسة الأنبا أنطونيوس من مكانته الدينية وتجريده من مسؤولياته، وفرض عليه الإقامة الجبرية دون وجه حق. ليس هذا فحسب، بل إمعانه على تعيين شخص موالي له، ما يعكس تحديه السافر للنظام ولوائح وقيم الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية التي درجت عليه منذ عقود طويلة. كما تؤكد تلك العملية وغيرها غير الأخلاقية وغير الوطنية استخفاف نظام الهكدف بكل ما هو ديني ومعتقد. من جانبهم استنكر أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية ممارسات نظام الهكدف غير الوطنية وانتهاكاته المتكررة لحرمة الأديان وقداستها باسم السياسة وادعاء الوطنية. وطالب المتظاهرون مجددا نظام هكدف بالحرية والكرامة لراعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية الأنبا أنطونيوس الذي يعيش تحت الإقامة الجبرية في ظل ظروف صحية وإنسانية قاسية. أنباؤنا هذه سادتي تأتيكم من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكر موقع عين الإخباري الإلكتروني أن الحكومة الصينية أعلنت تقديمها مساعدات تقدر بقيمة 50 مليون يوان صيني للمتضررين من موجة الجفاف التي تضرب أجزاء من إثيوبيا منذ العام 2014. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده يوم السبت الماضي سفير الصين لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم بالاتحاد الإفريقي تان جيان ومفوض إدارة لجنة درء الكوارث والمخاطر الإثيوبية ميتهو كاسا في أديس أبابا. وقال جيان في المؤتمر الصحفي إن هذه المساعدات التي تقدمها بلاده تأتي في إطار تعزيز العلاقات وتضامن شعب الصين مع الشعب الإثيوبي. وأضاف أن الصين تقف إلى جانب إثيوبيا في جميع الأوقات العصيبة، وأن بلاده تربطها علاقات تاريخية مع إثيوبيا تتطور في مختلف المجالات. بدوره قال كاسا إن المساعدات التي تسلمتها بلاده تتمثل في مساعدات غذائية وإنسانية، وتابع أن هذه المساعدات سيتم إيصالها للمحتاجين والمتضررين من الجفاف في مختلف المناطق التي ضربها الجفاف. وأوضح أن هناك 8.3 مليون شخص ما زالوا بحاجة لمساعدات بسبب الجفاف، مثمنا الدعم الذي قدمته الصين في هذا المجال. وكانت الصين قد أعلنت عن مساعدات غذائية طارئة بقيمة 100 مليون يوان لإثيوبيا لعام 2019. وتعاني إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف تضرب عدة أقاليم منذ العام 2014،
فيما يعد إقليم عفر وأروميا والصومال الإثيوبي من أكثر الأقاليم تضررا. كنتم سيداتي سادتي مع نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا الدولية. وقتا طيبا وممتعا سادتي أرجوه لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الذي تتابعون من خلاله حلقة في برنامج نافذة ثقافية، وفيها سنطل على الشاعر الراحل المقيم أحمد سعد. السلام عليكم ورحمة الله. هذه إذاعة إيرنا. كل نصر طاف في أرجاء كوبا وأنغولا وعدن كان في الأصل جراحا ودماء. كل باغ سوف يفنى، كل حق في يميني سوف يبقى اخضرارا وضياء. لم يمت صوت الضحايا الكادحين، لم يمت صوت ألوف اللاجئين، لم يمت صوت الحفاة البائسين. لن تموت يا بلادي يا بلاد الثائرين. الشاعر الراحل المهندس أحمد سعد رحمه الله. أعزائي المستمعين من إذاعة إيرنا الدولية أحييكم. نرجو لكم أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأطيبها في حلقة اليوم من برنامج نافذة ثقافية نطل على حديقة الشاعر الراحل المقيم أحمد سعد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. فأهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة إيرنا. مجددا نرحب بكم آنساتي سيداتي سادتي إلى هذه الحلقة من النافذة الثقافية. ونقول في البدء سادتي لا نضيف جديدا إذا ما قلنا بأن الشاعر الراحل أحمد سعد هو من بين الشعراء الإريتريين الخالدين في ذاكرة ووجدان كل إريتري بلا منازع. ولكن رغم هذا لم يلقى هذا الشاعر القدر الذي يستحقه من الدراسة والكتابة عنه، سواء من قبيلة الشعراء أو الأدباء أو من قبل الأكاديميين المعنيين بالأمر. واعترافا منا سادتي نحن في إذاعة إيرنا الدولية بهذا التقصير نحاول استعراض ما يكتب عن هذا الشاعر بين فترة وأخرى. وهذه المرة يسرنا أن نقدم لكم المقال الرصين الذي كتبه الزميل الصحفي الكبير الأستاذ الشاعر محجوب حامد آدم، ونشره قبل أيام على صفحته تعميما للفائدة وإحياء للذاكرة الأدبية. نتشرف سادتي أن نقرأ المقال مع الشكر الجزيل للشاعر الأستاذ محجوب لمشاركته الأدبية القيمة في هذه النافذة. لكن قبل هذا وذاك نقدم السيرة الذاتية المقتضبة عن الشاعر أحمد سعد. ولد الشاعر سعد في حرقيقو 1945. أنهى دراسته الابتدائية والإعدادية في حرقيقو والثانوية بمدرسة الجالية العربية بأسمر الأمل حاليا. درس بكلية الهندسة بالقاهرة ونال شهادتها عام 76 و900 وألف. بعد ذلك توجه إلى طرابلس بليبيا للعمل هناك. كتب أحمد سعد عددا كبيرا من القصائد، نشر بعضها في مجلة الثورة وعدد قليل في الصحف العربية. كتب أيضا 3 مسرحيات، 2 منها غير كاملة والثالثة مثلت في القاهرة عام 75 من قبل اتحاد الطلاب الإريتريين. كان لأحمد سعد طموحات كبيرة ومشاريع كتابية عدة، وكان هذا الشاب يعد بعطاء أو يعد المستمعين والقراء وجمهوره بعطاء كبير في الأدب، لكن الموت كسر هذا الوعد وهو في 30 من عمره. كانت مأساة إريتريا صرخة كبيرة في ضمير أحمد، كانت همه الكبير وكانت حزنه الذي لا فكاك عنه. كان هذا القلب الطري يتحمل تأنيب الضمير بالنيابة عنهم. كان يفرش هذا القلب لكل أقدام الثوار لكي يمروا فوقه، وكأنه يقول اخطأوا ولكن لا تضيعوا إريتريا. نأتي إلى مقال الأستاذ محجوب في مقالته التي عنونها الضلع المنسي في المثلث الحزين، معيدا نشر المقال بمناسبة مرور 41 عاما على رحيل الشاعر أحمد محمد سعد. يقول محجوب: عرف المشهد الشعري العربي الحديث شاعرين أثارا جدلا بعد رحيلهما، وهما التونسي أبو القاسم الشابي
والسوداني التيجاني يوسف بشير. ولعل محور الجدل يكمن في أن الرحيل حان وهما بعد في مقتبل العمر، إذ لم يتجاوز مسيرتهما في الحياة أكثر من 25 عاما، لكن تاركين نتاجا شعريا يعد من الروائع لشابين حصدهما الموت في وقت مبكر، ولو أمد الله في عمريهما لأثريا الساحة الشعرية في العالم العربي، إنها إرادة الله. لكن ستظل إشراقة التيجاني وأغاني الحياة للشابي امتدادا لحياتهما وتخليدا لهما في ذاكرة قراء الشعر العربي المكتوب بالعربية، تماما كما ستظل كلمات أحمد سعد محفورة في وجدان من أتيح له أن يقرأها، سواء كان إريتريا أو لم يكن. ما دعاني كما يقول الصحفي محجوب لأن أستهل مقالتي هذه بهذه المقدمة هو الشبه القائم بين شاعرنا الراحل أحمد سعد وصنويه التيجاني والشابي، فقد كان شابا رائعا مسكونا بهموم وطنه، لم يعش طويلا مثلهما، أيضا مات وهو في نضار الصبا، تاركا عددا لا يستهان به من القصائد والمسرحيات والدراسات والمشاريع الكتابية التي لن تكتمل، أهمها إصدارته الوحيدة من الشعر، ديوان عاشق إريتريا، الذي اختزن فيه الكثير من الشجن الوريف، ووضع فيه ما أردنا أن نقول كان أحمد سعد صاحب هم وقضية. إذن شاعرنا سعد هو الضلع المنسي للمثلث المبدع الشاب والتيجاني وأحمد. أحمد الضلع الذي لم يجد من الأضواء ما يستحقه، في الوقت الذي لا يقل نتاجه الشعري جودة عن غيره، بل كما يرى محجوب يفوقه رصانة وشاعرية وانتماء. الباحث في أعمال الشعراء الثلاث يجد الكثير من أوجه الشبه من حيث تفرد النتاج الشعري والعمر والفترة الزمنية المعاشة. صحيح أن لكل منهم مكوناته الثقافية ومؤثراته الزمانية والمكانية، وبالضرورة رآه السياسية. كل هذه العوامل مجتمعة شكلت كيانه ووجدانه وذاته، ومن ثم تعاطيه مع الناس والأحداث والأشياء. وصحيح أيضا أنه ومع بعض التباين الناتج عن الملمح الخاص لكل من الثلاثة، إلا أنهم تركوا آثارا إبداعية تكشف عن تناغم في النظرة للحياة، للوطن، للعشق، وكون ذلك الهارموني القاسم المشترك الذي أدهش المتتبعين لتلك الآثار، ربما لأن كيان الشعر يقرب المسافات كثيرا. وإذا أهمل شعر أحمد سعد في فترة لما بعد التحرير أو قبله، ولم يجد المساحة الإعلامية الكافية فضلا عن الومضيات التكريمية، على عكس تلك التي أتيحت للشاب والتيجاني من مساحات، فمن الواجب أن ينظر إلى عدم الاهتمام في صياغه العام، إذ إن أحمد سعد كان أحد الأصوات الإريترية، حيث كانت القضية الإريترية كلها مهملة إلا من أصحابها، فقد كرس الإنسان الإريتري جل اهتمامه بقضيته المصيرية، وحشد كل طاقاته للنضال من أجل استعادة الوطن المسلوب. هذه إذاعة إرنا. عزيزي المستمع، نحن نستعرض لكم المقالة التي كتبها الأستاذ الصحفي الشاعر محجوب آدم في برنامج نافذة ثقافية، وهي عن الراحل الشاعر أحمد سعد. يقول محجوب: إذن بين أسوار تلك العزلة المفروضة لا غرابة من ذلك المسلك المتناسى، فقد وئدت العديد من المواهب والأصوات التي كان من الممكن أن تشكل إضافة حقيقية للفعل الإبداعي في المنطقة، تماما كما مات الإنسان والنبات في هذا الوطن بينما صمت الجميع. الحديث عن أحمد سعد شيق وشاق وطويل، ولن يكتمل في هذه المساحة التي هي أيضا دعوة لكل الأقلام الإريترية بالمساهمة لتسطير أحرف عن صاحب الأحرف، وأخص بالدعوة أولئك الذين عرفوا شاعرنا الراحل عن قرب. من أجل التواصل وربط الماضي بالحاضر في الفضاء الإبداعي الإريتري المكتوب بالعربية، نتناول جزءا من حياته وبعضا من أعماله، كما يقول الشاعر الصحفي محجوب. ولد أحمد سعد عام 1945 ببلدة حرقيقو أو دخنو
كما يحب أن يسميها أهلها النائمة على ترانيم موج البحر، إذ تستشف إشراق الصباح المتكسر في اللجة فيغدو أسيلا رقراقا كما الأغنيات، وتداعب المغيب على أوتار المراكب والصيادين الغادين بالأفراح. إنها حرقيق، أي الدخن المحاط بالقواقع والأصداف الزرق، وبقلائد من قصص النضال وعبق التاريخ. أهلها من أصول شتى ارتبطوا بالأرض والبحر. هناك تشكلت طفولته المبكرة على شاطئ طويل يمتد في القلب والذاكرة، وهناك تلقى تعليمه الأولي، ثم انتقل لمدينة أسمرة ليواصل تعليمه المتوسط والثانوي بمدرسة الجالية العربية. ثم سافر وهو يردد يقول: يعانقني هوى وطني، يسلمني بطاقات تدس الوجد في قلبي، تعانقني هنيهات من الذكرى تصافحني وتحضنني، يطير الليل من حولي ويأتي الصبح نشوانا، أقبله وأحضنه إلى صدري، ألا يا ليت أشعاري تداوي الجرح في صدري. هاجر أحمد سعد إلى القاهرة ليلتحق هناك بكلية الهندسة الزراعية، ونال شهادتها عام 1976. لم تغره الجامعة أو القاهرة بكل سحرها وجمالها وحضارتها العريقة، إذ جلب معه إلى شقته بالقاهرة الصغيرة بلدته حرقيق الكبيرة والأصداف وعباب البحر وكل أحلام الطفولة. غنى الأغنيات التي حملت حنين الأشواق للوطن ولزمن العشق الجميل وذكريات الطفولة، وحين نظم الشعر حمل هموم الشعب والوطن في غربته. كانت المجازر والمشانق، الظلم والاضطهاد، والوطن المأخوذ قسرا يسكنه، بينما مرارة الذكرى تمزق أحشاءه. عاش صوتا عاليا ضد الطغيان والبطش، فجاءت كلماته قوية مؤثرة تخرج من عمق الجرح لتلك الروابي والسهول والمدن التي تفتش في عتمة الليل البهيم عن صبح جميل. أنا آت فهل تصغي عدو النور والسلم، هناك أرضي ومحرابي، هنا أرضي ومحرابي، هنا صليت للحب، هنا سالت دماء العشق للوطن. كانت مأساة إريتريا كما يقول محجوب صرخة كبيرة في ضمير أحمد سعد. نعم سادتي، كانت مأساة إريتريا صرخة كبيرة في ضمير أحمد سعد، كانت همه الأول وحزنه الكبير. كان ذاك القلب الطري يتحمل تأنيب الضمير نيابة عنهم، ويفرش هذا القلب لكل أقدام الثوار كي يمروا فوقه، وكأنه يقول: اخطئوا لكن لا تضيعوا إريتريا. كان انتماؤه للوطن وطنيا بلا انحياز، ثوريا بلا تحزب، إريتريا بلا أدنى شك. كتب أحمد سعد عددا كبيرا من القصائد ذات الطابع الحزين، والتي تنادي بالتحرر من قيد المستعمر وتأسى للأرض والعشق القديم. نشر بعضها في إصدارات الثورة وعددا من الصحف والدوريات الثقافية العربية. ديوانه الوحيد عاشق إريتريا ضم أغلب أعماله الشعرية بالإضافة إلى أعماله المسرحية، 2 منها غير مكتمل، والثالثة قام بتمثيلها أعضاء الاتحاد للطلبة في القاهرة عام 1975. ومر القطار السريع يشق الطريق الطويل، ودوى الضجيج المهيب، شق العنان الرهيب، وصحت وحيدا سلامي إليك، بلاد الليالي وشوق النضال، بلاد الأماني ودرب الرجال. كانت طموحات الراحل أحمد سعد كبيرة، ومشاريعه الكتابية عديدة. غادر الدنيا وفي عينيه حلم لم يكتمل، ولوحة لوطن فسيح جميل منقوش بمياه الأحمر وتلال سمهر وسهول القاش بركة والهضاب المستكينة لطمس الهضاب في عتمة ذلك الليل. ولم تزل خيوط الظلمة تحجز إنفاذ الإصباح، وكأنها تدرك أن هناك
شرخا ما في مسار الزمن وفي صيرورة الحياة وفي تفاسير إيقاعات الشعر والجمال، غادر هذه الفانية الشاعر الذي منح الدنيا أمل الأفراح وعصارة ذلك السكب العطاء الثر. رحل وعشق دفين يسكن أعماق أهل الأرض والوطن، وهو يحلم بالحرية والاستقلال وزغاريد النصر. رحل وهو يمني نفسه بكأس من نشوة الانتصار يجوب بها الوطن، ورشفة لعطر على شوارع أسمر في مساء يلعق آخر حبات المطر. هنا أرضي وتاريخي وأمجادي، هنا جذري، هنا داري وميلادي، هنا باقي لن أرضى بليل السجن في وطني، نداء الأرض إنشادي. أنا قدر وعاصفة تصب النار في خصمي وجلادي، أنا ماض إلى دربي وإن مت سيحمي الدار أولادي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. سيظل عزيزي المستمع كما يقول الشاعر الصحفي محجوب، سيظل أحمد سعد باق في أعماقنا تلك الوفية، وستظل كلماته راسخة في نفس كل إريتري يعتز بأرضه وكرامته. سنحمله فينا كما حمل شوق الوطن وحس الوطن وشجن الوطن. التحية لسعد من قبل التحرير ومن بعده، ولينم قرير العين في مرقده، فقد دك رفاقه حصون القهر والظلم، ودقوا طبول النصر ورفعوا راياتهم خفاقة. ولنوقد شمعات الضي ونعيد صدى الذكرى، ونزين محراب الشاعر المناضل أحمد سعد بدفء الإحساس ولهيج الفؤاد وحق الإيفاء لشهيد الكلمة وشهيد الشعر. أما من تناسوا فقد فاتهم الاحتفاء بشاعر لم يكن في حوجة إلا لمن يساند قضيته ووطنه، وكان يتجاسر بالنشيد: حق شعبي لن يموت. كان ذلكم سادتي ما سطره الشاعر الصحفي الأستاذ محجوب آدم في ذكرى الشاعر أحمد سعد. وفي الختام نقول سادتي ما قاله سعد: يا بلاد الصامدين، يا بلاد الصامدين، علمينا كيف نحيا في هواك ونغني للحزان البائسين. يا بلاد الصامدين، علمينا كيف نحيا في هواك ونغني للحزان البائسين. علمينا كيف نجتاز الصعاب ونداوي كل جرح في نفوس اللاجئين. علمينا كيف نجتاز الصعاب ونداوي كل جرح في نفوس اللاجئين. يا بلادي، ها هو الفجر الحبيب قد دنا رغم الأعادي، وصدح الأفق نشيدا فوق هاتيك الروابي. وغدا حتما نعود لديار هي نور في القلوب. يا بلادي، يا بلاد الصامدين. هذه واحدة من أجمل أشعار وأهازيج الفنان الراحل الشاعر الجميل أحمد سعد رحمه الله. وقد تغنى بهذا النشيد في سبعينيات القرن الماضي أو في ثمانينياته الفنان الكبير عثمان عبد الرحيم في نشيد هادر قوي، ثم جدده الفنان الراحل ود أبسن الذي غناه في لون فرائحي أخاذ وجميل. للمرحوم ود أبسن ألف رحمة ونور، وللشاعر أحمد سعد ألف رحمة ونور عليه، ولأستاذنا عثمان عبد الرحيم مزيد من العافية والتألق. شكرا جزيلا للذي وهبنا هذه النفحة الوطنية والشعرية الكبيرة، الأستاذ الصحفي محجوب آدم. لك التحية على هذا المكتوب الذي حركت فينا أشياء، ولكم التحية سادتي في الاستماع من إذاعتكم إذاعة إيرنا الدولية في باريس، ولكم مني أيضا في التقديم محدثكم أحمد شريف. باقة من الأماني والأمنيات العراض. تقبلوا تحياتي والزملاء فتحي عثمان وبنيام سمؤون في الهندسة الإذاعية والإخراج. وحتى نلتقي سادتي ونفتح شراع نافذة ثقافية قادمة، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.